هلو حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. آسفة على الانقطاع، صارلي شهرين ما منزل مقطع وياكم. إن شاء الله يعجبكم المقطع. بسبب ظروف تركت اليوتيوب الشهرين، وإن شاء الله على الأيام تجي أسولف لكم شنو صار وياي. اليوم حبيت أشارككم بصنع أكلة بالصدور الدجاج. تابعوا المقطع للأخير وراح أشرح لكم شلون نسويها. أول بداية راح أقطع الفلفل البارد، ومن بعده راح أضيف الأشياء الثانية اللي راح تشوفوها بالمقطع. ومن بعد ما قطعت الفلفل البارد راح أقطع البصل شرائح صغيرة. وهنا أنا قطعت الطماطة لشرائح صغيرة وراح أضيفها على الوصفة. وهنا أنا طبعا من بعد ما قطعت الطماطة والبصل والفلفل البارد راح أقطع الصدر دجاج على شكل مربعات صغيرة. وطبعا هنا أنا قطعت البطاطا على شكل دوائر. وهنا أنا حضرت التاوة خليت بيها زيت، ومن بعد ما خليت الزيت راح أضيف الصدور الدجاج وأحمسهم لحد ما يذبل عندي الدجاج، ومن بعدها أضيف المواد الباقية. وهنا أنا من بعد ما حمست الدجاج حمسة قليلة، من بعدها ضفت البصل وراح أخلي البصل يذوب، ومن بعدها راح أضيف المكونات الباقية. ثاني شي ذاب عندي البصل مثل ما جاي تشوفون. ضفت خشوقة معجون وفلفل البارد وراح أحمسن وأخلين على نار هادئة وأرجع لهم. من بعد ما صار عندي بهذا الشكل ضفت الطماطة، ومن بعد ما ضفت الطماطة راح أضيفن البهارات، وإن البهارات الكاري والكركم والبصل المطحون ورشة من الملح
خاشوقة صغيرة مالت الزلاطة، رشة ملح، وراح أحمسن وأخليهن على عين هادئة، ومن بعدها أرجع لها وأكمل أشياء البقية اللي راح أضيفها ويا الأكلة. وين أنا حضرت التور راح أقلي بيها البطاطا، من بعدها راح أضيف البطاطا وأقليها. ومن بعد ما استوت عندي البطاطا راح أرتبها بهذا الشكل. بعد ما رتبتها بهذا الشكل راح أضيفن عليها بهارات خاصة للفنجر أو يسمونها بهارات الفنجر، راح أضيفها على البطاطا تعطيها همين طعم حلو. وهنا أنا من بعد ما كملت عندي الحشوة راح أضيفها على البطاطا. وهنا من بعد ما كملت ترتيب الحشوة على البطاطا راح أضيفن الجبن وأدخلها للفرن. وهنا من بعد ما استوت عندي صار طعمها كلش طيب، أنصحكم تجربونها. طبعا أنا شفتها بالتيك توك وحبيت أشاركها وياكم. وطبعا من كنت أنا غايبة عنكم ما ناسيتكم، وكنت أصوركم الأشياء اللي أشتريها أو أدزن عليها، فحبيت أشارككم هذا الصندوق اللي بيه أماعين، يعني أشياء كلش حلوة ومفيدة بيه. حبيت أشارككم الأشياء اللي اشتريتها وتحضير شجرة عيد رأس السنة أو شجرة الكريسماس. وكل سنة وأنتو سالمين إن شاء الله، ولو متأخرة ما بقى شي الشهر راح يخلص. وإن شاء الله يعجبكم المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وأحبكم هواي، وإن شاء الله ما أغيب عنكم.